بسم الله الرحمن الرحيم. آه، تحليل النهارده 2 نوفمبر 2009. بنكمل بس بسرعة على تحليل الداو جونز عشان احنا كنا في وسط اليوم. كنا عملت تحليل في وسط اليوم وبعد كده ابتدى الداو جونز ينزل. يعني أنا نفس الكلام تقريبا اللي انا قلته، بس هو الفرق ان السوينج لاين المرة دي بقى هنا عمل شارت لتحت لان عمل لو جديد. يعني انا قلت لكم هنا مفيش سبب. لما كان الاسعار في المناطق دي قلت لكم مفيش سبب للشراء، واضح يعني الموقف تهيألي كده واضح، وكلام واضح ليه انا قلت الكلام دوت، واهو ما طلعش. نقفل بقى الداو جونز علشان اتكلمنا فيه كتير. تعالوا مثلا نخش على المؤشر المصري. عندنا هنا مثلا الاي جي اكس 30. ادي الاي جي اكس 30. ايه الموقف اللي فيه؟ احنا قلنا يوم احنا قلنا ده كان يوم كي ريفرسال، ونبهت عليها كمان في وسط اليوم في الشات، وقلت للناس تخلي بالها. واخر قاع احنا عارفين ان هو 7200 7002 نقطة كسرها، طبعا خروج. هو اصلا فتح اليوم ده كسرها اصلا. ده كان يوم الخروج. حاليا في الوقت الحالي ايه اللي حصل؟ هو عادي، هو نزل وصل لخط الدعم ال 45 يوم وواقف. والبولينجر باند طبيعي ان هو يبتدي بقى يهدي اللعب شويه لغايه. هل في سبب للشراء؟ مفيش اي سبب في الشراء. هو الاتجاه، هل الاتجاه هابط ولا صاعد؟ هو حاليا احنا عندنا قمه اعلى من قمه، وعندنا هنا في المناطق دي قاع وهنا قاع. ده مش اتجاه، ما اقدرش اقول عليه بقى لا هابط ولا صاعد. انت هنا بقى في تقعد بره كده، انت تبقى نيوترال، انت تبقى قاعد كده بره كده بتتفرج لغايه لما تلاقي. يعني ده لو سهم المتاجره بتاعته بتبقى كده. ده لو سهم او انت بتتاجر كده، ما بتراهنش على ردات، ما بتراهنش على رد. انت بتراهن لما بتشوف اتجاه. الاستوكاستيك خلاص انت مش لوكت ان، خلاص من زي هو كان هنا كل ده كنت انت لوكت ان، فبتراهن على طلوع. اول ما طلع منها خلاص آه انت كده بتبقى بره وقاعد بتتفرج. بتكلم على الشارت دي. يعني لو في عندك سهم شارته، يعني ما اعرفش، لو في حد عنده سهم وعنده شارت بتاعت السهم بتاعته في اتجاه صاعد، خلاص هيتن قاعد فيه. آه مش هقول له حاجه غير كده. نرجع تاني برضو بسرعة نبص على، عشان ما فيش اي حاجة تانية تتقال بصراحة اضافة يعني يعني تعالوا نشوف مثلا مع بعض الاي جي اكس 70. الاي جي اكس 70 طبعا شارت منيلة انيل من اللي قبله. اي جي اكس 70 قلنا ادي الكسر هنا، الكسر دي كان خروج. نزل قاعد بتتفرج لغاية لما يعمل لك ترند. ابتدى يعمل ترند اهي في المناطق دي. قلنا هتبتدي تحاول تخش في قريب من اللوهات علشان ما تقلل نسبة مخاطرتك. أداء كان أسوأ من يعني كده كان زبالة بالمختصر. ورجع طلع عمل قمة تانية أقل، وهنا قاع وكسرها، وهنا كانت نقطة خروج قلنا برضو عليها. ده بالنسبة للمؤشر ال 70. يعني لو دوت سهم حد بيتريد المتاجرة بتاع، لو ده سهم، لو ده شارت سهم بتتاجره بالمنظر ده. انت مش تكسب على طول ومش هتخسر على طول، بس الهدف ان انت لما تخسر انا هنا كام خسران 1% او خسران 2%، وفي الاي جي اكس 70 كسبان 10%. انت في المجمل بتبقى كسبان. ايه الموقف دلوقتي؟ هو نزل طبعا بيكمل في الداون ترند بتاعه. ايه الدعوم اللي هتقابله؟ خط الموفينج افريج 100 ده اقرب حاجه ممكن تقابله. طب هل اراهن على رده؟ هتراهن على رده؟ مفيش اي حاجه تخليك تراهن على رده غير كده وكده. انت لوكت ان في الاستوكاستيك لاسفل، الاتجاه داون قوي مش ضعيف. لما الاتجاه بيبقى لوكت ان لفوق في المناظر زي المنظر ده، انت بتراهن ان هو هيكمل لفوق. لما انت بتبقى تحت، انت يعني لو في شورت سيلينج في مصر، انا هتن قاعد في الشورت بتاعتي، مش هقفل الشورت مثلا هنا. ممكن اجري اجزاء طبعا علشان اطلع كسبان ما اطلعش خسران باي حال من الاحوال. ومش هقفل الشورت إلا لما دوت يطلع من هنا. غير كده الاتجاه قوي. لما بتقعد اكتر من 3 ايام ودوت تحت الستوكاستيك، يا اما تحت ال 20، طبعا الاتجاه بيبقى قوي، والتدفع قوة الدفع بتاعته قوي لتحت. ولما يبقى فوق ال 80 يبقى قوة الدفع بتاعته قوية لفوق، وبتبقى انت امبيدد، تبقى انت لوكت ان، تبقى وات ايفر انت عايز تسميها ايه تسميها، بس بتبقى انت بتراهن في الاتجاه دوت.
مش شايف اي سبب للمراهنه، مش شايف اي سبب. يعني انت ما بتصطادش شقيان، احنا ما بنصطادش شقيان. المتاجره كلها زي ما فهمت وما شرحت، المتاجره انت بتحاول تشوف اتجاه، اول ما بتشوف اتجاه بتخش. مش هيعمل كده يعني بالمنظر ده غالبا. لما تشوف مثلا منظر لوكت ان سواء فوق او تحت، غالبا مش هيعمل، مش هينزل كده وتاني يوم هيبقى عامل كده، مش تحصل. يعني حتى هنا هو ما هو كان لوكت هنا، هو ايه اللي عمله؟ نزل عمل كده وبعد كده ابتدى يضعف، ماشي عمل كده 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 وبعد كده طلع منها هنا. طب لما يطلع منها هنا انا ساعتها ممكن ابقى راهن بمعنى اصح في اليوم ده. ايه الفرق بقى من هنا لهنا؟ ايه يعني خسران دي؟ ما جبتهاش يعني، ما جبتش سعر في القاعه. طب ما احسن لي، ايه المشكله؟ مش احسن ما يكمل وانا ما اعرفش ايه اللي هيحصل لو انا هخش شورت؟ يعني لو انا عايز اخش شورت، هي نفس المنطق هنا. يعني هو مش هيطير مثلا، غالبا مش هيطير يعني، ما بشوفهاش يعني لما بيبقى عامل المنظر ده لو كنت ان، سواء هنا سواء في عملات سواء في بترول في ذهب. هي طالما انت بتبقى لوكت ان، في الغالب ان هو هي يعمل له كده مثلا يومين ثلاثه وبعد كده يبتدي يفكر يطلع. بس المهم نشوف ايه يعني، ربنا يستر ويطلع من عشان نعرف نتاجر يعني بصراحة. ان مفيش حد بيتمنى ان السوق يقع اصلا. مفيش حد. لو السوق فيه شورت سيلينج كنت اقول لك اه انا اتمنى ان هو يكمل. يعني مفيش شورت سيلينج، انت قاعد بره بتتفرج يعني، تضييع وقت من الاخر، تضييع وقت. والسوق مش لطيف سوق. يعني انت عندك ما يوم تسوية ومش يوم تسوية، وانت هتضمن ايه اللي هيحصل بعد يوم التسوية؟ فملوش لازمة، مخاطرة ملهاش لازمة. نرجع تاني نبص بس على حاجة، سهم أجواء، سهم الشعب، حبيب الملايين. بص على السهم، إيماله ما زال هو الآدي أهو، آدي قمة وادي قمة وادي قمة وادي قاع وادي قاع وادي قاع. ده الداون ترند اللي هو ماشي فيه، هو ده. ده الداون ترند اللي ماشي فيه. امتى يكسر الداون ترند ونقول ان أجواء طلع من الداون ترند؟ هي ان هو يكسر لنا آخر، اه سوري نجيب بس فونت خطها، يكسر المنطقة دي. المنطقة دي كام؟ المنطقة دي تقريبا 79 جنيه. ان هو يطلع فوق 79 جنيه، ساعتها نقول ان الداون ترند اللي هو فيه في الوقت الحالي خرج. هل هيديك فرصة؟ هيقول لك مثلا ده معنى ان هو كسر مثلا 79، هل اخش؟ لا مش هخش برضه. ايه اللي يخليني اخش؟ مش لما يعمل اب ترند؟ ما هو لو كسر الداون ترند هيبقى الموقف ايه؟ هيبقى موقف قمة اعلى من قمة وقاع اقل من قوي، ويعمل نفس التهريج اللي بيحصل والعك اللي بيحصل. ما ينفعش تتاجر، ما ينفعش، مفيش حاجة اسمها تتريد هنا حتى يعني بتشوف ناس كتير بيقول لك انا عامل تريده مثلا، اشتري هنا على اللو وابيع. انت مين اللي هيشتري على اللو؟ محدش هيشتري على اللو، ولا حد هيبيع على الهاي. ما بتحصلش يعني. ما بتاع التدفيس يعني. يوم ما كان جاب هنا يوم ما جاب ال 71 ده، هتلاقي ناس كتير تقول ونجيبه على ال 71 يطلع. إذا كان السوق كله اليوم دوت ما جابش السعر ده الا يوم واحد، واليوم دوت لما جاب السعر لمده كام؟ لمده 10 دقايق بالكتير. كان منفذ كام؟ ما كانش منفذ ما جابش 100,000 جنيه ولا 200,000 جنيه، هو التنفيذ اللي عليه يعني. والباقي كله بينفذ في المناطق دي. كل اللي بيحصل هنا رفات كوين. الناس اللي بيعمل تريدات ده لا هيبيع هنا، لا هيبيع في اعلى نقطة، ولا هيشتري في اقل نقطة. الطبيعي كده. واي حد يقول كده ده بيضحك على نفسه قبل ما يضحك على الناس يعني. ولو في حد اصلا بيعمل كده يعني ايه اللي معاده؟ يعني في مين اللي هيعمل كده؟ انت هتعرف تعمل 1% في اليوم؟ يعني لو في واحد بيعرف يعمل 1% في اليوم مكسب، ده هو انت كده لو هتحسبها، لو جبت كالكوليتر كده وتقعد تحسب واحد بيتاجر مثلا يطلع له 1% زيادة عن الفلوس بتاعته بيعملها في اليوم، انت لا، لو قعدت تشوفها كده هتلاقي ان هو على اخر السنة ممكن يوصل له اكتر من 1000% مكسب. كلام غير منطقي، وكلام ما ينفعش واحد يقوله. الناس بتفهم يعني، ما ينفعش واحد يقوله. ناس على الاقل بتفكر يعني، تشغل دماغها شوية. انت كل اللي بتعمله انت بتتجه اتجاه، لما يبقى في اتجاه تبقى تخش. ايه الموقف؟ عادي هادي الموقف. لو طلع فوق التسعة و 70، اللي هتقابله بعد كده خط ده وخط مقاومة دلوقتي بالنسبة له، خط الموفينج افريج 45 تقريبا على 80 جنيه وربع، وخط الموفينج افريج 18 يلي البولينجر باند اللي فوق. ايه الدعوم الموجودة؟ ما زالت الدعوم موجودة. خط الموفينج افريج 100، خط الاتجاه طويل الاجل. خط الاتجاه طويل الاجل على فكرة ده الدعوم الموفينج افريج دي دعوم متحركة، يعني ما بتبقاش ثابتة في مكان. دلوقتي هو في 64 73 قرش، يعني حوالي 65، حوالي 65 جنيه. ده الدعوم والمقاومات. اتمنى الكلام كان مفيد، واتمنى ان الناس بتتعلم على الاقل، ما تكونش ضيعت وقتها في الفيديوهات ديت. وشكرا لكم.